بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. النهاردة الجمعة في سوق السيارات في الحي العاشر في مدينة نصر. بنشوف الأسعار. احنا يعني دلوقتي على مقربة من شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. يمكن فاضل 3 أسابيع والسوق بيدخل في مرحلة ركود في خلال شهر رمضان. يعني أولا اللي بيبقى معاه عربية مش بيبيعها، بيستخدمها في شهر رمضان، وحركة البيع والشراء في السوق بتبقى قليلة جدا. فالطبيعي ان الفترة دي اللي هي ال3 أسابيع لو في نشاط في السوق، دي كانت بتبقى موسم اللي هي قبل شهر رمضان على طول. هنشوف هل في زحمة ولا لا النهاردة، وهنشوف الأسعار معدلاتها وصلت لفين، هل ثابتة هل رخصت، ايه الموقف في السوق يعني. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. دي هيونداي توسان موديل 2018 الفئة الرابعة. العربية فابريكا بره وجوه، وعاملة 35,000 كيلو استخدام، مرور البساتين، مطلوب 475,000. في اوبشن تاني صاحب العربية قاله، هي العربية عليها اقساط 126,000 بلس 10%، يعني عليها حوالي 136,000. فممكن اللي عايز ياخدها ويكمل اقساطها بيخصمها من مبلغ 475,000. لكن هي توسان 2018 الفئة الرابعة بصمة، كاش 475,000 جنيه، ده سعرها النهارده. كويس الراجل ايه. دايو لانوس موديل 2012، العربية مانيوال، 73,100 كيلو استخدام، مرور حلوان، المطلوب 112,000. هي موديل 2012، مطلوب 112,000. العربية فابريكا دواخل وخوارج ما عدا جزء في الرفرف الأمامي. لانوس 2012 مانيوال، 73,000 كيلو استخدام، اللي مطلوب 112,000. دي نيسان صني موديل 2013، العربية فابريكا بره وجوه، اوتوماتيك طبعا. الاستخدام 104,000 كيلو، مطلوب فيها 147,000 جنيه. ده اللي انا اقدر اقول عليها. يعني هي صني 2013، مطلوب 147,000. العربية اوتوماتيك فابريكا بره وجوه. دي ريجاتا موديل 86، العربية فابريكا دواخل، فيها تكييف، طبعا رشة بره بالكامل، اللي مطلوب فيها 33,000. فيها رخصة لغاية 2022. ريجاتا 86 مطلوب 33,000. دي كرايسلر تاون كانتري، العربية اللي هي صالون كبير، عربية فاميلي يعني عائلية، موديل 2006. زي ما احنا شايفين البيبان كهرباء بتاعتها، اوتوماتيك، ماشية 92,000 كيلو. وهنشوفها من جوه. دي مطلوب فيها 400,000. مرور القطامية. ده زي ما شايفين الباب بيتفتح لوحده. ده الصالون بتاعها. الفتيس بتاعها في الدركسيون، بس هي اوتوماتيك. الكراسي اللي هي الكنبة الخلفية دي ضم، يعني بتتفرد. دي الدواخل فابريكا كلها. الدواخل ما فيهاش غلطه. التاني نفس النظام. ده الصالون بتاعها، التكييفات بتاعتها، شاشه زي ما انت شايف، في شاشه هنا. شاشات عرض، 3800 سي سي. 3800 6 سلندر. 6 سلندر. تاون كانتري 2006، 400,000. طالع دي كام؟ مش عارف. دي بولو موديل 2000 بمكنة 1600، اوتوماتيك فابريكا دواخل. ده يمكن احنا نستعرض برضو التكييف باور سنتر. ده الحوض بتاعها.
ده الصالون بتاعها. ده صالونها. معلش الصوت بره دوشه. هي موديل 2000 1600 سي سي، اوتوماتيك باور سنتر، فابريكا دواخل رشه الخارج، طالب 95,000. هي عربيه شبابي يعني. البارتيشن بتاع نيو اكسنت، هيونداي نيو اكسنت. العربيه الاولانيه دي موديل 2010، هي رشش جزء من الكبوت وجزء من الرفرف اليمين، وطالب فيها 154,000. موديل 2010 طبعا اوتوماتيك، فابريكا دواخل، رشش اجزاء من الخارج. دي مرور الجيزه ومطلوب فيها 154,000. الزرقاء دي فابريكا بالكامل بره وجوه، عامله 67,000 كيلو، مطلوب 167,000 جنيه ده مبدئيا يعني. العربيه مرور السلام ومطلوب فيها 167,000 زي ما انا قلت. دي فابريكا دواخل وخوارج، وده شكل العربيه يعني. الموديل 2010 ب 154,000، موديل 2011 طالب 167,000. ده بالنسبه للهايونداي الاكسنت النهارده. كالعادة عند الشهر العقاري النهاردة 12/4/2019 بنشوف كثافة البيع والشراء والحركة، هل في زحمة ولا لأ. فده المنطقة اللي هي خارج الشهر العقاري، هنخش نشوف جوه الدنيا فيها ايه. في زحمة برضو زي الأسبوع اللي فات. أنا مش عارف الزحمة دي هل هي متعمدة ولا هي بتكون يعني مش عارف ايه نتيجتها، لأن بنشوف بره السوق فاضي. ده المنظر. ده على فكرة ده الأسبوع الثاني أو الثالث اللي أنا بشوف فيه المنظر ده. زي ما احنا متفقين إن أنا اللي موجود بصوره، ماليش علاقة بقى مين اللي موجود ولا مش موجود. ده الشكل النهارده 12/4/2019. زي ما احنا شايفين. طبعا كالعادة يعني ما فيش نظام. انا يعني قلنا يا ريت الناس يبقى في ارقام والناس تاخدها. يا عم بطاقة فين يا عم؟ بطاقة يا ريس. الصورة معايا كده تفضل تديها لي. ممكن نروح نشوف الخزنة برضو. يعني بحس بعشوائية، يعني مش المفروض يكون في نظام اكتر من كده يعني. لا النهارده في زحمة فعلا عند الخزنة. ده الشكل عند الخزنة النهارده 12/4/2019. ايه سببها الله اعلم. يلا يا محمود. نكمل بقى الجولة بتاعتنا.
دي 128 موديل 82 المكنه ال 1300 سي سي. هو عامل فيها شويه تعديلات، يعني عامل لها مصفحه من تحت، الشنطه كهرباء، الازاز الامامي كهرباء. طالب فيها 27000 وهي مرور مدينه نصر. فيها رخصه لغايه شهر اكتوبر 2020. ده اللي اقدر اقوله عليها. يعني الدواخل فابريكا طبعا، العربيه رشه من بره بالكامل، ومطلوب 27000. ده من لسان البايع يعني. دي كواليس السوق من جوه النهارده 12/4/2018. يمكن الدنيا زي ما احنا شايفين هاديه نوعا ما. الحاجه اللي انا بستغرب لها بقى، يعني انا السوق من جوه بيبقى هادي، يعني زي ما احنا شايفين الدنيا، يعني ده كادر كده انا واخده، لكن هي الدنيا عامه هاديه جدا. يعني الزحمه اللي بتيجي في الشارع العقاري دي بقى بتيجي منين؟ يعني انا بستغرب بصراحه. يمكن حركه البيع والشراء بره السوق، يعني في ناس كتير بتفضل ان هي ما تشتريش من داخل السوق على اساس ان بيبقى معظمه تجار وكده، فبيفضلوا ان هم يشتروا من خارج السوق، بس ما تعملش الكثافه اللي بتبان دي. فهل الناس دلوقتي بتجمع بعض وتروح عند الشارع العقاري ولا ايه؟ يعني انا بشوف ناس واقفه قصاد شبابيك، النهارده ناس واقفه قصاد الخزنه. فالزحمه دي بتيجي منين؟ وبعدين الشارع العقاري ده ما بيشتغلش غير سيارات فقط، يعني ما بيشتغلش اي انشطه تاني. فده لغز هندور على اجابته بعد كده يعني. كان في ناس طلبت مني اللي هي الشيفروليه سبارك. دي شيفروليه سبارك موديل 2010. العربيه فابريكا بره وجوه. استخدام 40,000 كيلو. هي مانيوال طبعا، ومطلوب فيها 100,000. وبإذن الله ننزل رقم تليفونها على القناة. سبارك موديل 2010، 40,000 كيلو مانيوال استخدام. مطلوب 100,000. دي هاينداي ماتريكس موديل 2004. العربية اوتوماتيك من دمياط. فابريكا بالكامل بره وجوه، وطالب 175,000. ماتريكس 2004 اوتوماتيك. مطلوب 175,000. العربية فابريكا دواخل وخارج. نو ميجان موديل 2006. العربية فابريكا بره وجوه. استخدام 190,000 كيلو. مرور الشروق. اوتوماتيك. مطلوب فيها 130,000. ميجان 2006 اوتوماتيك فابريكا بالكامل بره وجوه. مطلوب 130,000. دي سبرانزا A516 موديل 2010. العربية رشة بره، هي من الزقازيق. العربية مانيوال، ومطلوب فيها 85,000. سبرانزا 2010 مانيوال، رشش خارج، مطلوب 85,000. ده من لسان صاحبها. يمكن نكتفي بالجزء ده النهارده الجمعة 12/4/2019. السوق يعني زي ما قلت انا في خلال الجولة، يعني زي ما يكون في لغز. اللي جوه السوق الحركة ضعيفة جدا ومفيش زحمة. الشارع العقاري فيه زحمة، شيء متناقض جدا يعني. وانا برضو انا هسأل على السبب ده. يعني انا المعروف ان العربية بقى معاها 4-5 مشتركين فيها، لكن الزحمة اللي بتبقى مفتعلة او متعمدة عند الشارع العقاري دي ايه سببها؟ ده انا هسأل الناس عليها. يعني انا سألت كذا تاجر النهارده، كله بيقول لي الدنيا واقفة، مفيش بيع وشراء، الحالة مريحة. فبإذن الله هنسأل برضو ان احنا نعرف ايه اللغز ده. لكن زي ما شفنا هي الاسعار ما زالت مرتفعة، حركة البيع داخل السوق بطيئة. ده اللي نقدر نقوله على الملخص بتاع النهارده يعني. وبإذن الله نتقابل في الايام الجاية ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين.